النهاردة موضوعنا من أهم الحاجات اللي بتغير شكل الابتسامة 180 درجة، ألا وهو تقويم الأسنان. يلا بينا. في اعتقاد خاطئ منتشر عند كتير من الناس إن احنا مش بنقدر نعمل تقويم الأسنان إلا للأطفال بس. مين قال كده؟ بنقدر نعمل تقويم الأسنان للأطفال وللكبار. تقويم الأسنان كل ما بدأ بدري كل ما كان أسرع، وكل ما هيلحق يعالج المشاكل قبل ما تبدأ تزيد في المستقبل. المشاكل دي لو ما اتحلتش بدري هتبدأ تسبب مشكلة جمالية للمريض هتأثر على ثقته في نفسه. كمان هتبدأ تسبب مشاكل في المضغ، في النطق. ممكن المشاكل تزيد عن كده وتبدأ تعمل لينا مشكلة كبيرة في المفصل الفكي. امتى الأطفال تبدأ تزور أخصائي التقويم؟ من أول سن 6 سنين بنبدأ نكشف على الأطفال. لو المشكلة موجودة في عظم الفك نفسه لازم نبدأ حل المشكلة خلال نمو الطفل، وده بيبدأ من سن 6 سنين. طيب لو المشكلة في الأسنان لازم ننتظر لحين اكتمال ظهور كامل الأسنان المستديمة، وده بيبدأ عند سن 13 ل 14 سنة. طيب ما عملتش تقويم وطنشت، مش فارق معايا، وانا كبير عايز اعمل تقويم، تقدر؟ ايوه تقدر. مفيش عمر معين لعمل تقويم الأسنان. ايه هي بقى انواع التقويم؟ اول واحد واللي كلنا عارفينه التقويم المعدني. التقويم المعدني بيبقى عبارة عن فصوص معدنية بتتركب على سطح السن، بيبقى مناسب لكل الناس، أطفال، مراهقين، كبار. التقويم المعدني بيحتاج إننا نزور طبيب الأسنان مرة كل شهر. طيب يا دكتورة أنا شكل الفصوص المعدني مش عاجبني، أنا مش عايز حاجة تظهر في الفم. عندنا حلين للمشكلة دي. أول حل منهم هو التقويم الشفاف. التقويم في الحالة دي بتكون الفصوص فيه شفافة فمش بنقدر نشوفها، لكن تكلفته بتكون أعلى والفعالية بتاعته أقل. الحل التاني هو التقويم الداخلي واللي بيتركب من اتجاه اللسان. الفعالية بتاعته جيدة ولكن بيرخم على المريض شوية وبيعمل صعوبة في الأكل. مع تطور التقويم بقى عندنا حل سحري لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة بدون الاحتياج لوضع فصوص من الأساس، وده عبارة عن الألاينرز أو القوالب الشفافة. ودي بتبقى عبارة عن قوالب بتتركب على سطح السن وبتحركها في اتجاهات معينة، بنحتاج نغيرها كل أسبوعين ل3 أسابيع. بناخد مجموعة من القوالب وبنغيرها بالتدريج لحد ما نوصل للنتيجة اللي احنا محتاجينها. حد بقى يقول لي دكتورة غادة أنا للأسف مش هقدر أزور أخصائي التقويم مرة كل شهر، أنا دايما عندي سفريات ومش هقدر أعمل كده، أقدر أعمل تقويم أسنان؟ أيوة، عندنا حل عن طريق تركيب التقويم السريع أو الديمون. ده بيتشد مرة كل 3 شهور، وبالتالي هتقدر تزور طبيب الأسنان 4 مرات في السنة بس. طيب يا دكتورة قلتيلي أنواع كتيرة، إيه المناسب ليا؟ اللي هيعرف يختار لك الطريقة المناسبة لعمل التقويم هو أخصائي التقويم. استشر طبيبك عشان يعرفك أفضل وسيلة لعمل التقويم عندك. طيب بدأنا مع أخصائي التقويم وبدأنا بالفعل في إجراء الخطة العلاجية، وللأسف اضطرتني الظروف إني أسافر بلد تانية. ينفع أغير أخصائي التقويم؟ ينفع، بس بشروط معينة. لازم أخصائي التقويم يستخدم نفس نوع فصوص التقويم المستخدمة مع الطبيب اللي قبل كده، ولازم يكون في تواصل مباشر ما بين أخصائي التقويم في الدولة الأولى والدولة الثانية عشان يقدر يديه الخطة العلاجية اللي احنا مشينا عليها من البداية، ويقدر الطبيب التاني يكمل الخطة العلاجية بنجاح.
ركبت التقويم، ألف مبروك. بس القصة ما انتهتش، لازم تزور طبيب الأسنان مرة كل 3 شهور، لأن ترسب فضلات الطعام حوالين فصوص التقويم ممكن يسبب لينا تسوسات حوالين فص التقويم والتهابات شديدة في اللثة، وممكن الأمر يتطور ويبدأ يحصل تضخم في حجم اللثة مع زيادة شدة الالتهاب، وبالتالي الزيارة الدورية لا بديل عنها. الاهتمام بالنظافة بالفرشة والمعجون ما بقتش اختيار، ده بقى أمر لابد منه، وبزيادة كمان. لازم ننظف الأسنان ولازم ننظف ما حول الفصوص. للأسف بعض الأكلات بقت ممنوعة، كل الأكل الناشف، التفاح، المكسرات، الشيبسي، كل الحاجات دي بقت في لستة الممنوعات، هنبقى نوصف لك عليها بعد كده بعد ما تخلص التقويم. خلصنا التقويم الحمد لله، ألف مبروك. الأمر انتهى؟ لا لسه، لازم نعمل حاجة اسمها مثبت للتقويم. عندنا نوعين من المثبت، ممكن يكون مثبت دائم وممكن يكون مثبت متحرك، واللي بيختار نوع المثبت هو الطبيب المعالج بتاعك. سواء كنت طفل أو شخص كبير، حالة بسيطة أو معقدة، التقويم لا بديل عنه للحصول على ابتسامة مثالية. ويا سلام يا سلام لما أسناننا تبقى تمام.